كنا مرة في محاضرة، فالدكتور كان بيقول لنا ايه؟ تأملوا نعمة ربنا في الألم. هي كانت محاضرة في كلية علوم عادي جدا، بس كانت في الفيروسات والبكتيريا والفطريات وكده وازاي بتصيب الجسم. بيقول تأملوا حكمة ربنا في الألم. تخيل كده فيروس دخل جسمك وبعدين جسمك ما بيعملش أي أكشن وبيوصلكش أي صوت، وقعد الفيروس ده ياكل في جسمك ويبوظ في خلاياك وانت مش دريان بيه أصلا. فتخيل لو ما فيش صوت الألم جواك، كنت هتروح للدكتور تقول له الحقني شوف ايه اللي بيحصل جوايا؟ كنت هتشوف مثلا لو ما بنسخنش ويجي لنا حمى وكده، كنت هتكتشف ان انت عندك برد فمحتاج تسيطر بشويه فيتامينز او حتى بتاخد ادويه. فساعتها توقفت كده لحظه، ايه ده؟ سبحان الله، ده فعلا فكره ان في حاجه توجعك نعمه كبيره قوي من عند ربنا. لان ساعات من كتر ما فيش حاجه بتوجعك ما بتنتبهيش للمشاكل الموجوده، وساعات قدر الالم بتتساءل لحد ما يوصل لمرحله انت مش قادره، ان انت خلاص لا صوته عالي قوي مش قادره توقفيها، بنعتاد على الالم اصلا. فواحده من اهم الحاجات اللي ابتديت ادركها من ساعتها وابتديت اخد بالي جدا منها، قد ايه الالم سواء نفسي او جسدي بينبهك للمشاكل اللي موجوده في حياتك على الحقيقه. ولو ما سمعتيهوش بيبتدي يعلي صوته، عشان انت لما بتسمعيهوش معناها المشكله عماله تتفاقم وتكبر، فانت محتاجه ان انت تلحقيه قبل ما الموضوع يوصل لسرطان بقى، سواء بقى في النفس او في الجسد. في حاجات كتيره جدا في حياتنا كده. عشان كده سبحان الله الابتلاءات، يعني اغلب الايات اللي اتذكر فيها الابتلاءات تلاقي ان سبحان الله ربنا بيقول نبلوكم بالشر والخير فتنه. الناس اللي قبلينا البأساء والضراء، كل ده ابتلاءات كان فيها الاتنين عامل مهم جدا. بس سبحان الله العلماء دايما كانوا يقولوا ان استجابه الانسان للالم اعلى من استجابته للسعاده. يقولك لو انت قاعد كده كويس ومش حاسس باي مشكله ومش حاسس باي الم ولا بتاع، هل ممكن تسال نفسك مثلا هو انا دلوقتي مثلا يا ترى مثلا عندي انيميا ولا ما عنديش؟ مش هيجي في دماغي اصلا، مش هي ليه؟ ما فيش حاجه، صح؟ طب لو انا قاعد كده برضو والدنيا زي الفل الحمد لله مع اللي حواليا وكل حاجه، هل هفكر ان انا محتاجه اطور نفسي ولا اخد كورس في التعامل مع الناس، ولا مثلا اخد كورس ازاي يبقى عندي وعي بنفسي بدل ما انا ماشي اخبط في الدنيا؟ لا، ليه؟ ما كل حاجه ماشيه. فاحيانا الالم بينبهك على النقطه اللي انت محتاج تروح كده تظبطها. فانتي بتحسي الموضوع ده في ايه؟ انا الابتلاء بشوفه انذار فعلا ومحطه اساسيه في حياتنا الصراحه. زي ما انت قلت بالظبط، هي الفكره انه احنا استجابتنا للالم اعلى. الابتلاء ساعات بيجي في الفقد، ساعات بيجي في المرض، في كل حاجه. الحاجات اللي احنا الانسان لما بيعتاد الحاجه مش بيحس بلذتها. فلو في حاجات في حياتنا بنفتقدها، سواء اشخاص او اشياء او معاني او اي حاجه، وحاجه واحده بس اتاخدت مننا بنفوق وبنتعلم. فاحنا من ضمن الحاجات اللي احنا مخلوقين عشان ان احنا نتعلم. مطلوب مننا ان احنا ننبسط في الدنيا ونعمل حاجات تبسطنا، بس في نفس الوقت احنا موجودين عشان نتعلم، ومش هنتعلم غير بالابتلاءات. انا كمان بحس ان الابتلاء زي ما انت قلتي في السراء والضراء، يعني كمان في ابتلاء بالنعمه، وده يخلينا نحس انه ان ربنا اداني النعمه دي ليه، عشان احسن استخدامها ازاي، عشان اعمل فيها ايه. الفكره في انه احنا بناخد النعم كحق مكتسب شويه، بنعتاد عليها وبنسيء استخدامها. فلما بنسيء استخدامها بنبتلى بقى ابتلاء بان هي بتروح مننا خالص. فاحنا لو خدنا بالنا ان احنا نعرف نتعامل مع الابتلاء بشكل صحيح ونتزن، فدي حاجه هتفرق معانا جدا. عارفه دايما يعني انا انتبهت من فتره لحاجه، احنا دايما نقول مثلا حتى لما بندرسها في الكورسات دايما نقولك لما تجربه وحشه عديتي بيها او مؤلمه ابتدي شوفي ايه الدروس اللي اتعلمتيها. فاغلبنا او انا نفسي لما كنت بكتب ساعات عن الدروس وكده كنت دايما اكتب دروس عن اللي هو ايه حاجات المفروض اتعلمها، مهارات المفروض اطورها، حاجات زي كده. وبعدين ادركت، وقفت كده سبحان الله، كان يعني لحظه وعي كده من ربنا سبحانه وتعالى. قلت لنفسي رودينا، واحنا في الدنيا ليه؟ عشان الاخره، صح؟ دي رحله معروفه، يعني معروفه الوجهه بتاعتنا فين. فقلت يبقى اذا مش معقوله الابتلاءات اللي بتجيلنا هي بس هدفها انها تنمي مهارات دنيويه عندك ملهاش اثر اخروي. فتوقفت كده، يبقى احنا بنبتلى علشان ايه؟ عارفه ليمحص الله سبحانه وتعالى يقولك الذهب بيعرضوه على النار علشان الاصلي هيفضل والتاني هيتحرق.
فسبحان الله، فهي دي كلمة فتنة، فتن الذهب معناها كده ان هو اكتشف ايه اللي اصلي فيه وايه فاحنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ان احنا في فتنة في الدنيا، فدي من ضمن الحاجات اللي بتطلع من جوانا، الاصلي بيطلع. فالاصلي ده عشان يطلع مش بيطلع بسهولة. يعني الذهب ربنا يعافينا طبعا بيحرقوه علشان يطلع منه الاصلي بتاعه ويبان. احنا ربنا سبحانه وتعالى بيعدينا بمواقف في حياتنا. احنا اتولدنا على الفطرة كلنا الحمد لله سلام جدا، بس مرينا بحاجات في الدنيا لحد مثلا قولي مثلا من 7 سنين نميز، من 10 سنين الادراك بتاعنا بقى واعي جدا ومدرك. بعد كده ابتدينا ان احنا نكبر، ابتدينا ان انت تعرفي تفرقي ما بين ماما وبابا وافعالهم وشخصيتهم وما بيننا احنا، هم بيسموها مرحله مراهقه. لا، هي الفكره ان انت ابتديتي تصنعي النسخه بتاعتك انت، فانت محتاره ما بين اللي كان واللي انت عايزه تكونيه. ففي اللقطه دي انت بتبتدي ان انت تكتشفي انه لا، انا قلبي فيه حاجات باظت فيه، او فطرتي فيها حاجات باظت من الدنيا والاحداث والمدرسه والاعلام والابتلاءات اللي عدت عليا وما تعاملناش معاها بطريقه صح. فدوري دلوقتي ان ابتدي انقيه. فيبقى دور الابتلاء في حياتك هو جاي كانه كده بيطلع، يصفي قلبك، عارفه المصفى، يصفي قلبك، يطلع منه القلب سليم. فعشان نطلع بالقلب السليم ده بنمر في حياتنا باننا نقابل احداث واشخاص، هم دول الابتلاء الحقيقي، هم دول اللي حقيقي بيصفوا القلب. يعني احنا لما ما بنعرفش نبص للابتلاءات كده ونبص لحد اللي بيأذينا انه جاست جاي يأذينا ويعمل لنا شويه ألم ونمشي. يقولك دايما الشيطان يعلي صوت الألم قوي علشان يتوهك عن الحكمه. انت وانت متألمه قوي 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 بتصرخي كده، هل هتقعدي تفكري يا ترى حكمه ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ المفروض اتعلم من الموضوع ده ايه الحته اللي ممكن تكون بتزودني قرب من ربنا؟ لا، لما بتبقى صوت الألم عالي قوي ما بتبقيش عارفه تدركي ده. المشاعر ملتهبه جدا عاليه قوي ما بتعرفيش تدركي ده. لكن لما بتهدي شويه او بتهدي صوت الألم شويه بتبتدي تدركي انه لا، ده هنا في درس مهم جدا. الشخص اللي اذاني ده ممكن يكون اختبار من ربنا سبحانه وتعالى. هو انا هتحول اخلاقي زيه؟ ودي لعبه الشيطان اصلا، ان هو ايه، هو عايز يشيطننا كلنا زيه. فهو بالتالي بيلعب على فكره الاخلاق. فانت هتقابلي واحد مؤذي، هتتعاملي معاه ازاي؟ هتتقي ربنا فيه ولا مش هتتقي ربنا فيه؟ ولا تاخد من خانك؟ هتخوني اللي خان ولا لا؟ عشان كده غريبه جدا بتظهر في المسلسلات والافلام، اللي هو حد اتخان فيخون. لا اله الا الله، كل ما اتيه يوم القيامه فردا. يعني انت كده بتنتقمي من مين؟ بتنتقمي من نفسك. ففي الاول وفي الاخر فكره انه اختبارك في الشخص اللي بيقابلك ده بيأذيك هتتصرف معاه ازاي؟ انت شايف ربنا ولا شايف الاشخاص؟ بتعامل مين؟ هي فكره ممكن تكون بعدت. فاكره لما قلنا انه احنا شويه بعدنا قوي عن فكره الاخلاق وفكره ان احنا نرتبط فعلا بالهدف اللي جينا عشانه الدنيا، فبقينا نحسبها كلها حسابات ايه؟ دنيويه جدا. لكن لما بتحسبها فكره طب ما هو لا، ده اختباري، ده الحد اللي بيعمل كده. افتكر بنوته كان اهلها وكده عايزين عاملين عليها مشكله، وكانوا عايزين بطريقه او باخرى ياخدوا قطعه ارض منها. فكان المحامي قال لها تعمل لعبه. ايه اللعبه دي؟ انها تعمل عقد بتاريخ، هي الارض بتاعتها، بس قال لها اعملي لعبه علشان القانون والقضاء وكده، اكتبي عقد بقانون مش قديم قوي وقدمي للقاضي. هو حقك، مش انت كده، انت بتعملي حاجه عشان تاخدي حاجه مش حقك. قالت لا. قال لها اعملي بقى كده. فقالت له بس ده مش حقيقي، انا ما عملتش عقد، ما بعتش حاجه، ما اشتريتش حاجه. قال لها وايه المشكله؟ عادي يعني، ما هي في الارض او في الاول في الاخر بتاعتك، مش هيحصل حاجه يعني. فسبحان الله ربنا اكرم بانها توقفت لحظه، فبتقول فكرت كده، ما هو ده اختبار، هو مش ده اختبار؟ واحنا في الاول والاخر بنختبر على ايه؟ على مصالح دنيويه. كأن ربنا باعت يقولك ايه، هتاخدي دي ولا لا؟ دي كده فتنه من فتن الدنيا، اتعرضت لها، قلبك هيتعرض لها، هيعدي منها عامل ازاي؟ فقالت له والله بص، هم حاسبينها غلط، هم عايزين ياخدوا حته ارض وهي من دنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث بيقول اللي ياخد حته ارض مش بتاعته بيهوى في النار، حديث عذاب فظيع جدا. فهم عايزين يعملوا كده، هم هيبقوا فشلوا في الاختبار، لكن انا مش هفشل فيه. انت كده عايزني اعدي من الاختبار، انا كمان خسرانه، فنبقى ما كسبتش حاجه. فاللي بيبص على الدنيا كده بيرتاح جدا، لانه بيفهم ان كل حاجه بيمر بيها هي في الاول في الاخر بتنقي قلبه.